السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، دي قناتي انا منى ايوب. الفيديو ده هنعمل شكل الجيب ده، هو جيب البلوفر. طيب ازاي تعمليه كمان لأي مقاس انتي حباه، وازاي يكون مقاسه من عرض البلوفر وتقدري تنفذيه بكل سهولة. نتابع الفيديو ونشوف مع بعض. الإبرة اللي أنا استخدمتها مقاس 3.5، ودي أصغر من الإبرة اللي أنا استخدمتها للبلوفر. ليه؟ علشان أطلع الغرز ضيقة كده زي ما انتوا شايفين. أنا هبدأ كده وأعمل غرزة البداية، وبعدين ارتفع سلسلة مكونة من 11 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خلاص. وبعدين هرتفع واحدة غرزة سلسلة وادخل في الغرزة رقم 11 واعمل غرزة حشو. هدخل في كل غرزة واعمل غرزة حشو لغاية ما اخلص السطر بتاعي بنفس الطريقة. خلاص كده خلصت السطر ده. هرتفع غرزة سلسلة وبعدين الف الشغل. انا هنا هشتغل على الحلقتين مع بعض. هدخل في اول حلقتين هتقابلني واعمل غرزة حشو، تاني حلقتين وهشتغل في كل حلقتين هتقابلني واعمل غرزة حشو، وهكذا. بس انا كده خلصت السطر، فاضل عندي غرزتين هعمل فيهم تناقص. هدخل في الغرزة دي ومش هسحب الخيط اللي على الابرة، المفروض اسحبه، لا هدخل في اللي بعدها كده في الحلقتين مع بعض، وبعدين اسحب الخيط. بقى معايا 3 على الابرة، هطلع منهم كلهم، وده بقى التناقص بتاعي. هرتفع غرزة سلسلة واعمل سطر ثبات. هدخل في كل غرزة حشو او في كل حلقة وهعمل غرزة حشو بدون اي تناقص لغاية ما اوصل لنهاية السطر ده. خلاص كده انا خلصت السطر من غير اي تناقص. هرتفع واحدة وهلف الشغل، وهدخل برضو هنا في الحلقتين مع بعض واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هدخل في الغرزة دي اللي قبل الأخيرة والغرزة الأخيرة واطلع. بقى معايا 3 على الإبرة واطلع منهم كلهم واعمل غرزة حشو. يبقى أنا بشتغل بس في يعني سطر ثبات وسطر فيه تناقص. هرتفع واحدة وهلف الشغل برضو وهشتغل في الحلقتين مع بعض كده واعمل سطر ثبات عبارة عن غرزة حشو في كل حلقة هتقابلني من غير اي تناقص. هشتغل لغاية هنا وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. خلصت السطر ده الثبات، هطلع غرزة سلسلة وبعدين برضو هشتغل في كل حلقتين، وبعدين هشتغل لغاية هنا وهعمل تناقص في الاتنين الاخرانيين دول عشان يقلوا غرزة، وهكذا. هيبقى هشتغل السطر ده في تناقص وبعدين السطر اللي راجع تاني ثبات. هفضل شغالة كده وبعدين اقول لكم عدد السطور اللي انا عملتها. كده خلاص خلصت عدد السطور لغاية ما فضل عندي 6 غرز حشو بس. انا بدأته مثلا زي ما انتوا شايفين حوالي 7 سنتي اهو، من هنا لهنا 7 سنتي، وانتهى بحوالي 4 سنتي او 3 سنتي ونص، يعني تقريبا نص المقاس اللي هو بتاع البداية. وده مناسب كمان للجزء ده اللي انا بشتغل عليه، يعني حسيت ان هو يبقى نص العدد اللي انا عملته هنا. شكله يعني مناسب. لو انتي بتعملي مقاس اكبر ممكن يعني تعملي برضو نص العدد سواء بالسنتيمتر او بعدد السلاسل. هقص الخيط بتاعي وبعدين اسحب كده، وكده القطعة دي خلصت. هبدأ اشتغل الاستك ده اللي هو اللي انا عملته هنا في القطعة دي. هعمل بداية سلسلة وبعدين ابدأ هنا اول سطر عندي هبدأ اثبت فيه الشغل ده، اسحبه كده وبعدين اسحب الغرزة اللي انا ثبت بيها دي، مش هحسبها، وبعدين هعد 1 2 3 4. هرتفع واحدة وادخل في الغرزة رقم 4 واعمل غرزة حشو، بعدين الغرزة اللي جنبها تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، رابع غرزة
حشو. وبعدين اثبت، انا هنا كنت مثبتاها في اول سطر، هدخل في تاني سطر كده واثبت الجزء ده بمنزلقة، وبعدين السطر اللي بعده هنا بمنزلقة تانية، وبعدين ارتفع واحدة والف الشغل بتاعي. هشتغل هنا الاتنين المنزلقة دول انا مش هشتغل فوقيهم، هبدأ الشغل من اول الاربع سلاسل بتوعي اللي انا اشتغلت عليهم الدور الاولاني، هدخل في الحلقة الخلفية كده واطلع، بس مش هعمل غرزة حشو، انا هعمل منزلقة. السطر ده هعمله 4 غرز منزلقة، بطلع من الخيط اللي على الإبرة واعمل غرزة منزلقة لغاية دي الرابعة اهي والأخيرة، وبعد كده هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. أول غرزة هتقابلني في الحلقة الخلفية هعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو. خلصت الأربعة هثبت في الجزء ده بتاعي، ده السطر اللي أنا كنت شغالة فيه، هدخل في السطر اللي بعده، بشتغل كل سطر بثبت فيه مرة وبغرزة منزلقة، وبعدين السطر ده كده هنا السطر اللي بعده بغرزة منزلقة تاني، وبعدين ارتفع والف الشغل. الاتنين المنزلقة مش بشتغل فوقيهم، بشتغل في الاربع سلاسل بس زي ما قلت لكم. هدخل في الحلقة الخلفية والسطر ده هشتغله ايه، هشتغله منزلقة. يبقى انا هشتغل سطر في الاستك ده او الجزء ده من البليسيه هعمله كده سطر منزلقة وسطر غرزة حشو، بشتغل في الحلقة الخلفية، هرتفع الف الشغل، اشتغل في الحلقة الخلفية السطر ده غرزة حشو، وهكذا، وهقفل بمنزلقة والف واشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. انا كده خلاص خلصت الاستك ده، وده اخر سطر اهو. هدخل هنا وهثبت بمنزلقة واحدة خلاص، وبعد كده همشي السطر كله كده، هسحب الخيط بتاعي وهثبت في كل غرزة غرزة منزلقة، علشان كده ابقى خلصت الجيب بتاعي. بدخل في الحلقتين اهو مع بعض، وكده خلاص الجيب بتاعي بقى جاهز. دلوقتي انا ثبت الجيب ده وهوريكم مع بعض هنثبت الجيب ده ازاي. هبدأ كده باستخدام برضو ابرة التنظيف، هبدأ كده، المفروض انا بثبته كده والجزء ده كمان والجزء ده، فهبدأ كده ادخله من ظهر الجيب هنا كده علشان اثبت الخيط بتاعي، وبعد كده هبدأ بتثبيته. هبدأ اثبته زي ما عملت الجيب ده بالظبط، عند الجزء ده من السطر قصاده، وكمان من هنا عند الجزء ده. خلاص هلفه كده علشان نشوف هثبته ازاي. اهم حاجة يكون بعيد عن الحرف ده بسنتي، وبعد كده هبدأ اهو الجزء ده هدخل الخيط هنا كده في الحلقة دي، وابدأ ادخل هنا في جزء من البلوفر، وبعدين في الحلقة من الغرزة بتاعت الحلقة الخارجية من الغرزة اللي انا عاملاها على السطر ده. هاخد حلقة من هنا وبعدين هدخلها في جسم البلوفر واسحب الخيط كده، وبعدين هدخل هنا من منتصف كده حرف الفي علشان الشغل بتاعي ما يبقاش شكله وحش، وادخل برضو من منتصف حرف الفي هنا، وبعدين اثبته في السطر كده. لازم يبقى الشغل كله على نفس السطر علشان ما يبقاش الشغل بتاعي يعني فيه مشكلة. هدخل برضو هنا بعدين من هنا وادخل برضو اخد حلقة
من جسم البلوفر. بصوا كده التثبيت بتاعي اهو على سطر واحد. انا بدأت سبت بس الجزء بتاع الجزء ده وثبت كده. هفضل برضو ماشية بنفس الطريقة هنا، هثبته بالطريقة دي كده هنا، وبعدين الجزء ده كمان لغاية هنا. وبكده نكون خلصنا الجزء ده من البلوفر. الجيب تثبيته كويس. كمان انا عملت الكمر وازاي تعملي الكم وازاي تعملي البليسيه، غرزة البليسيه دي من لونين، وازاي تنفذي كمان الزونت بطريقة بسيطة وسهلة. كل ده موجود على القناة، وازاي كمان تركبي السوستة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.